صديقي انت لسه هنا؟ طب كنت حابب اقولك اني رجعت انزل فيديوهات تاني بس كده. بس ممكن في الاول اقول لك حاجه تانية، الا وهي ازاي جهزت الورشه دي. وخليني اقول لكم ايه اول التجهيزات اللي هعملها. استاذ، انا عندي اقتراح. هل ممكن نجيب فلاش باك من 3 شهور عشان اقول لهم اصلا ليه محتاجين نجهز ورشه جديده؟ ممكن نزود مشهد زي ده؟ ممكن يتضاف يا ريس بسهوله. اوكي تمام، زودها عندك. محتواك كويس، اتمنى ترجع تنزل فيديوهات تاني. وانا كمان والله اتمنى. بس ازاي؟ العدة والورشة في مصر. طب هل الواحد ممكن يبني ورشة جديدة هنا؟ بس فين؟ ممكن اجرب التخزين اللي فوق، بس انا عمري ما طلعتها قبل كده. لو ظبطت المكان هعمل ايه في العدة والادوات؟ ابدأ بالاساسي، مكوة لحام مفكين خلاص. طب والتصوير، كمل تصوير بالموبايل برضو؟ شكلها مش تنفع، ولا حاول. طب الإضاءة هجيب وقت منين؟ هتعرف أماكن بلاش أحسن. يا عم جرب ابدأ. مش عارف، فاكس بلاش. ممكن. بسم الله. اعتقد الموضوع محتاج اكتر بكتير من مجرد مفكين ومكوة لحام، فخلينا بقى نظبطه على مزاجنا. اوكي، يلا بينا. خليني بقى اقسم التجهيزات دي لحاجتين قبل ما نقسم اي حاجه. وانا بعمل مونتاج اكتشفت ان ليلى يا بنتي ساعات كانت بتيجي تقعد هنا وانا بصور في المشهد ده، فما تقلقوش المكان مش مسكون، او ده اللي اقدر اقول لحد دلوقتي يعني. دلوقتي نرجع للحاجتين بتوع الفيديو. حاجات ليها علاقة بصناعة الفيديو نفسه زي الصوت، الصورة، المونتاج، الإضاءة وهكذا، وحاجات تانية ليها علاقة بصناعة المحتوى بقى زي الأدوات، العدة، مساحة العمل، يعني كل حاجة هتساعدني إني أطلع في الآخر البروجكت اللي بعمله. في الفيديو ده هوريكم حاجات أنا عملتها بنفسي أو حاجات اشتريتها بناء على إيه، وهتلاقوا كل حاجة متقسمة في التايم لاين لو عايزين تروحوا لحتة معينة في الفيديو. خلينا نبدأ بقى بالتجهيزات اللي ليها علاقة بالصورة. الصورة ب1000 كلمة. من أول ما بدأت القناة دي وأنا بصور بهذا الموبايل، فأعتقد حان وقت التغيير. دي كده الكاميرا الأساسية اللي هتعمل عليها في التصوير، بس برضو كده ناقص حاجة. أحيانا بكون محتاج أصور حاجات من زاوية مختلفة، وأحيانا أخرى من منظور مختلف، فأعتقد في الحالة دي هعتمد على الجو برو دي. أما ما يخص الإضاءة فكان ده مصدر الإضاءة الوحيد الموجود، فاشتريت هذا اللايت والستاندين الصغيرين دول علشان يساعدوا. والصوت كان عندي 3 اختيارات، اما اني اسجل بمايك الكاميرا والصوت يطلع زي كده مش افضل حاجة، او اني اسجل بمايك افضل شوية يكون بسلك، بس النتيجة ممكن تكون كده. تحذير: المشهد القادم قد يؤدي الى انهيار عصبي لبعض حاملي الكاميرات ومصوري الفوتوغرافيا. وبكده يا جماعة احنا ممكن نستبدل الجزء ده بكذا حاجة. او اني اختار بديل مايك وايرلس اوصله بسرعه ما يبقاش فيه سلك بيني وبين الكاميرا ويخلصنا تظبيط الشغل. فيلا بينا نبدا في الشغل نفسه. اول حاجه احتاجها هي اماكن اعلق فيها الادوات، وكالعاده اول حاجه بعملها اني ادور على الانترنت علشان اشوف ايه المتاح واستلهم منه. الاوبشن دايما اللي بلاقيها اما حجمها ثابت فمش هقدر اظبطها على الحيطه دي، او ما فيهاش طرق كتير مناسبه لكل انواع الادوات، لحد ما لقيت ده نظام تعليق هيخليني اعلق العده على الحيطه بسهوله جدا. بيتكون من جزئين، الالواح دي بتثبت على الحيطه، والاجزاء التانية اللي بيركب او بيتعلق عليها العده وبتثبت جوه الالواح دي.
والجميل فيه ان كله على بعضه ممكن يطبع 3 برينتنج. وبمناسبة دي 3 برينتر جبتها من فترة هنتكلم عليها بعدين. الحيطة اللي عندي هكون محتاج فيها 4 ألواح 6 ألواح تقريبا. اللوح بياخد 4 ساعات على المكنة، والأجزاء كمان اللي هنعلقها يعني 200 ساعة تقريبا على المكنة. فخلينا نبدأ بقى نطبع الألواح. ثانية واحدة، أنت بتعمل إيه؟ بحط تصميم على المكنة؟ أنه تصميمات؟ تصميم بتاع الألواح؟ بس دول أكتر من 200 ساعة. تفتكر أنه لون يبقى ألوان إيه؟ دول أكتر من 8 أيام على بعض. بص إحنا لو دوسنا هنا استنى، طب ما تدوس، إحنا بنتناقش. وبعدين دوسنا على الزرار ده، استنى، وحطينا التصميم يا ابني، وبعديها دوست على الزرار ده، استنى طب ما تدوس، وبعديها دوست برنت بعد ما خلصت الطباعة حاولت أعلقهم لوح لوح على الحيطة، بس الموضوع كان صعب، فجمعتهم على جزئين. ركبت الجزء الأول منهم واتأكدت إنه متعلق تمام. بعديها بدأت أركب في الجزء التاني، وبكده جمعت الألواح كلها مع بعض. دلوقتي اللحظة المنتظرة، تعليق الأدوات على الحيطة. اوكي، ده كده الشكل بعد ما حطيت تقريبا 60-70% من العده والادوات. لكن الجزء اللي في النص ده انا سايبه فاضي علشان عايز اكتب عليه كلمه او جمله. محتار ما بين حاجتين، اني اكتب دوت ميك اللي هو الاسم، او وي ميك ثينجز اللي هو السلوجان. خليني اسالكم كده، وصلت عندك؟ لا، يبقى انت مش متابعني على انستجرام. متنساش تنزل تعمل لي فولو، هتلاقي اللينك تحت الديسكربشن. وانتم اخترتوا ان احنا نعمل الشعر، فيلا نبدا في تصميمه. والتصميم بسيط، الشعر بتاعي مفرغ ومن فوق هيكون لي غطا يقفل. Two hours later. وخلصت اخيرا تجميع الكلمه. خليني اركبها على الحيطه اللي ورا. وشكلهم كده حمسني اني اضيف لمسه جماليه تانية للجزء ده، فخليني اعمل اللوجو كمان بس بشكل مختلف. بعد كده اشتريت المكتب او البنش ده اللي هيكون عليه الشغل كله، واكتشفت اني محتاج ارجع تاني المانيوال بتاع التركيب، ومحتاج حد كمان يساعد. طب الشباب ممكن مساعدة؟ قبل ما نربط اي حاجة نتأكد من المانيوال ونشوف. محدش يبدأ لحد ما الله ينور يا شباب. طب شباب ينفع نقلبه نعدله على رجلي يا شباب؟ محدش فاهم شغله للآخر صح. لا، لو هنتكلم بجد فعلا فدي أول لحظة كنت أحس فيها إن الورشة بقى ليها شكل فعلا.
والحيطه دي كان شكلها مش حلو قوي، فقررت اني اغطيها بالفوم بتاع الاكوستكس اللي هو بيمتص الصوت. بس برضه في النهايه الشكل ما كانش افضل حاجه، فقررت اخليها مجموعه من البراويز، كل برواز يبقى فيه تصميم معين. والجزء ده من الورشه مش انا اللي عملته، انتوا اللي عملتوه. نزلت لكم على اكونتات السوشيال ميديا بسالكم احط ايه في البراويز دي، وانتوا الصراحه ما تاخرتوش، ودي كانت نتائج الافكار اللي انتوا اقترحتوها. ده كده شكلها النهائي. اعتقد بالنسبه لي ده هيبقى افضل مشروع اشتغلت عليه لحاجتين. اولا لان احنا كنا جزء فيه، يعني دي افكاركم مش افكاري انا. وتاني حاجه اني مش متوقع ابدا ان في الاخر افكار مختلفه من اشخاص مختلفه ممكن تطلع مع بعض بشكل كويس، حتى لو مش قريبه من بعض بس شكلها في النهايه كويس. فشكرا ليكم. طيب، بما اننا في الاول كده فخلينا نحل المشاكل اللي عندنا بشكل جذري. اكبر مشكله عندي هي اني بنسى اشحن الحاجه، يعني بستخدمها وبعد كده بسيبها، ولما اجي استخدمها تاني بلاقي نفسي يا اما محتاج اشحنها يا اما بتفصل مني في نص الشغل، ودي فعليا اكبر مشكله بتعطلني. فانا محتاج اتعلم اني اشحن الحاجه اول باول. فده ممكن اعمله ازاي؟ يقول جيمس كلير في كتابه العادات الذريه انك عشان تتاقلم على اي عاده لازم تحاول تخليها في السهل منه. فخلينا نخلي موضوع شحن البطاريات دهوت في السهل منه. هو انا ليه واقف هنا ومعايا خياره وليه الكاميرا فوق؟ ايه ده؟ خليني كده اجمع بقى كل الحاجات اللي محتاجه شحن. اولا بطاريات الكاميرا، بطاريات الكاميرا الجو برو، والسكرو درايفر، والمايك. دلوقتي خلينا نكتفي بدول. والفكره ان في الشحن استخدم الكابل ده في ماجنتس، فالجزء ده احطه في الحاجه بتاعت الشحن، والجزء ده يبقى موجود في كيسنج موجود على الحيطه. عملت تصميم لكل حاجه عندي فخليني اطبعه واجيلكم. وخلصت الطباعه. دول كده اللي هخش فيهم الكابل وبعدين هلزقهم هنا، وهنا هيبقى الحاجات اللي بتتشحن. كده يا صديقي العزيز انت عرفت ازاي حولت المكان من كده لكده. فما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، واكتب لي في كومنت ايه اللي انا محتاج ازوده في الورشه، وممكن تعمل شير الفيديو. وما تنساش هتلاقي تحت في الوصف كل اللينكات بتاعه السوشيال ميديا، ما تنساش تروح تتابعنا هناك. وفي برضو اللينك بتاع القناه بتاعه البودكاست، ممكن تروح تبص بصه هناك، ولو عجبتك اشترك فيها. وبكده بقى ممكن نرجع نفكر في الفيديو الاول. الشهور اللي فاتت ما كانتش سهلة علينا، بس الأكيد إن هي كانت أصعب على إخواتنا تحت الحصار والقصف. وأقل دعم ليهم إن إحنا نتكلم عنهم ونقاطع وما ننساهمش من دعائنا.